هلا يا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعت لكم بعد انقطاع على اليوتيوب شهرين تقريبا. كلش مشتاقة لكم، كلش توصلني مسجاتكم على الانستغرام تقولوا لي رجعي لليوتيوب سوينا فلوقات، بس والله ما كان عندي وقت ابد ابد ابد. وانتو تعرفون المونتاج والتصوير ايش قد ياخذ وقت، فكنت اصور اكثر شي يعني انستغرام متفاعلة ويومية وتيك توك، فاعتذر من عندكم. وبوقتها كنت قاعدة قلت هسه اقوم اسوي فيديو لليوتيوب وارجع وبقوة. سويت لكم الروتين، بلشت اوقفوا قبل لا نبدي فعلوا زر الاشتراك ونوروني بتعليق حلو مثلكم ولايك. هسه قلت لكم بديت الروتين من بيتنا. قعدت الصبح غسلت هدوم، لملمت منا ومنا، وهنا بلشت اتريق ويم يمي. نسيت انا مصورة فلوج. زي من عمره جبتي لها هدية يمه؟ جبت لك كل شيء. وين بعدك قالالي؟ حلو يما بنيتي ماما جابتي يما هدية. جتي خالة من السوق، كان عندنا اوردرات كليتشة. سوقت هذا المسواق مثل ما تشوفوا حبيباتي. حاولت اصور لكم مقتطفات غدانة وهيك امور مثل ما انتو تحبون وبناء على طلبكم. وهذا الغدا مالتنا الف الحمد لله والشكر. واكيد ويا الفيديو وصفة حلوة ومرتبة من شغل حماتي، تسوينا أطيب حلو. ما أكذب والله العظيم إذا أقول لكم أطيب حلو بالدنيا، ومكونات كلش سهلة وبسيطة. تابعوا الفيديو وراح تشوفوه بالتفصيل، صورت لكم إياه. هنا يوم تساعدني ننشر ملابس آخر شي سويناه. وبعدها كانت عندي جلسة يم دكتور الأسنان، همينا رحنا سويناها. وبس حبيباتي هذا يعني أيامنا العادية مثل ما قلت لكم. وإن شاء الله يعجبكم الفيديو ونرجع لليوتيوب بقوة. أوكي بقوة. وهنا بعد ما كملنا من دكتور الأسنان ورجعنا وتعشينا بلشنا بالشغل. هنا كان عندي طلبيات مال خفيفي، أكيد خالة سوتهم وأنا أشوي. وهنا فرحانة دا أشوفكم الوصلة مالتي الجديدة. بعد ما كملنا من الشغل نكافئ نفسنا بشاي وشوية حلويات، وتعرفون الشتاء والليل طويل واحنا نحب هاي النمنميات. هنا صورت لكم الكليشة بعد ما بردت، ونبلش نرتبها. كل حشوة الوحدة نخليها، يعني التمر الوحدة، الجوز الوحدة، المبروش الوحدة، الحلقوم الوحدة، ونوزن وهكذا. وأشوف اللستة مال الطلبات اللي عندي وأبلش أعنونهم. وأكيد ألف عافية على كل اللي دا يطلبون مني كليتشتنا، وإن شاء الله دائما نبقى عند حسن ظنكم. هنا وصلني أوردر إعلان من بنوتة تسوي ورق عنب ودولمة، فتشي كلش طيب. صورت لكم همينة هيك مقتطف سريع لها، شوف شكلها شلون حلو. بعدها كملت بترتيب الأوردرات مثل ما تشوفون. كان عندي أوردرات بغداد ومحافظات، وعندي همينة كان كبة. الكبة خالة تسويها كلش طيبة، وإن شاء الله على يوم أصور لكم الطريقة كاملة بالتفصيل. هسه تقولون كافرة يوم دوختينا، بس والله مشتاقة لكم كلش هواية، وما صدقت إنه إجاني الحماس والواهس أرجع لكم على اليوتيوب. وانتو اذا اختفيت حرقوا الجو علي حتى يصير لي واهس. شوفوا بنات، هذه كانت للمحافظات كليتشة من هاي اللي تعجبكم درجة اولى. هنا راح نبلش
بالحلى اللي قلت لكم عليه من ايد حماتي. شوفوا بنات، المكونات كلش سهلة وبسيطة. أنا حاليا عند أهلي، لهذا ما خليت يعني حماتي تحكي وتشرح لكم، أنا راح أشرح لكم إياه حتى ما أتأخر عليكم بتنزيل الفيديو. نوعية البسكت الأفضل إنه تكون أوريو، هو أصلا اسمه حلى الأوريو. هذا عندنا البسكت، تخليه بهالشكل وتخلط وياه هذا البسكت نوعية بسكت ثانية، تكسروه بهالطريقة. راح نصور لكم إياها هيك مو كلش ناعم، لا بإيدكم كسروه حتى بعد ما كسرت البسكت وخلطتها بهالطريقة. هنا تستخدمون علبتين من القشطة، تفتحوها بهالشكل بنات وتضيفون عليها ملعقة كوب من النسكافيه. اوكي حبيباتي، تضيفون القشطة وبعدها ملعقة كوب من النسكافيه بهالطريقة شوفوا، وبعدها 5 إلى 6 ملاعق من الحليب المكثف. الحليب المكثف بنات حسب رغبتكم، شنو درجة الحلاء اللي انتو تردوها، تردون أقل مثلا 4 ملاعق أو تردون 5 أو تردون 7. ال5 تكون حالاتها متوسطة وكلش طيبة. هنا تضيفون حليب شوي حتى يخليها مترطبة أكثر، خاشوقة كبيرة من الحليب وتحلوها بالماء وتخلطون بهالطريقة. راح يصير عندكم الخليط. هذا الخليط وين راح نخليه؟ راح نخليه على البسكت اللي كسرنا. تخلطون يا حبيباتي إلى أن تصير عندكم هذا، يصير عندكم هذا الشكل. شوفوا طبعا تدرون بنات أنا متوترة وأحس الكلام ما بيربط الداحكي لأن صار لي فترة ما مسجلة. هسه الطبقة الثانية حبيباتي معنينا بهذا الحكي. الطبقة الثانية ملعقة كوب نسكافيه وعلبة قشطة وملعقتين كبار من النوتيلا. ما عندكم نوتيلا تقدرون أي نستلة تذوبوها وتضيفوها على القشطة والنسكافيه. راح تخلطون بهالشكل. والطبقة الأولى احنا خليناها بالفريز مال الثلاجة أو بالمجمدة تتماسك شوية حتى نضيف عليها هذه الطبقة. انتو كل شي موضح عندكم بالفيديو وصورت لكم أصغر التفاصيل. نخلط بهالشكل. هذه أصلا طعمها راح يصير عبالك طعم دانيت. جهزت عندنا الطبقة الثانية. هسه اجى وقت التزيين. التزيين اكيد على راحتكم، شنو تحبون انتو تزينون زينوا على ذوقكم. حماتي زينته بالاوريو وسوت هذه الحركة. الخليط لو كان اثخن كان صارت هيجي الزغرفات مبينة واضحة. طبعا هذا الحلا اخذته وياي الاهلي وراح تشوفون الفيديو بقية الفيديو عن بيت أهلي. وأكيد تحبون هاي التفاصيل وتحبون أشارككم كل شيء أول بأول، فأتمنى من عندكم تدعموني إذا وصلتوا لحد هذا الوقت من الفيديو. ومثل ما قلت لكم ما عليكم بيا، أنا مرتبكة وما أدري ايش دا أحكي بس والله مشتاقة لكم وما حبيت أنقطع عنكم أكثر. هنا أنا رحت على بيت أهلي. طبعا هنا كانت الليلة مال رأس السنة، وجيت وجبت غراضي وما أدري شنو. صارت لمة خالاتي هالسنة ببيت أهلي،
صورت لكم هنا اجت خالتي، وصورت لكم التغيير مال أمي للاستقبال. طبعا غيروه كله وكلش حلو صار وعاج ذوقهم. وبعدها انتقلنا إلى مرحلة الغداء. مرحلة الغداء شنو كانت؟ باكر. وهذا الطرشي أمي مسويته همينه كان كلش طيب. كافي. أنا مت على هاي الكاسة لما الصبح. يلا دودي عيني. هاي أمي. وأكيد ورا الباكر لازم شاي وهاي السوالف الموالح. بعدها همينة أخذتكم وياي رحنا للأسواق، تسوقنا نواقص عدنا، تعرفون لمة وسوالف. ريومة شنو عشقها وشنو لازم تاكل وين ما تروح؟ فلافل. هنا أكلنا أنا وخالتي وأختي. يا رياض سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة يا رياض. يلا طف. يلا طف. وبعد ما عدت ليلة رأس السنة، وكل عام وانتو بألف ألف خير، فتنا إلى سنة 2023. يا رب يجعلها سنة خير ورزق وأمان وصحة وعافية أهم شي، وراحة البال إلي وإلكم حبيبات، ويا رب يحفظكم ويحفظ أحبابكم. خالي عزمنا على سمك مزقوف، والسمك يسويه بإيده، هو يشويه كلش طيب، عاشت إيده. وصورت لكم الطريقة مالته على الانستغرام كاملة وبالتفاصيل. لا تفوري تجيبين ناخذ على صفحة. طبعا بنات سوى الثرب مال السمك بطريقة تجنن، أول مرة أكلها كلش طيبة. خلى مكعبات طماطة، وخلى الثرب هو البيوض مال السمك إذا أحد ما يعرفها، وخلى فلفل أسود وشوية كاري وشوية كركم ودبس الرمان ونارنج، وأعتقد خلى ليمون وملح، وطبقها بهذا الشكل وخلاها على الفحم. هسه راح تشوفون شلون صارت ذايبة وتجنن، تمنيتها قدامكم عيوني. وهنا تقريبا راح نوصل لنهاية الفيديو. شوفوا لي أول شي شكل السمك، آسفة على المنظر. حبيباتي لا تنسوني بالدعم واللايك، وكتبوا تعليق حلو الخالة مخصوص لأن افتقدتها بهذا الفيديو. وإن شاء الله استمتعتوا ويانا. باي باي.